ازاي. السلام عليكم، احلى ناس في الدنيا، رب دايما تكونوا كويسين وبخير. متشكر جدا على الرسائل الحلوه اللي جاتني، متشكر قوي قوي قوي. اكتر ناس وقفوا جنبي فعلا من اهلي واخواتي اللي بيتابعوني، وكمان هيلا سأل عليا ومحمود ونادر معايا هنا في المكتب. من غير كلام كتير واطول عليكم، انا معرفتش اصور فيديو تاني بسبب ان انا جالي رساله ما تصورش فيديو، فطبعا ما صورتش. كنت همي ان انا اطمن على اختي اكتر. انا قفلت الفيديو اللي فات قفله انا مش فاهمها، لان انا فعلا يعني ما حصلش حاجه تاني عشان انا اصورها، ففعلا ما حصل حاجه انا اصورها. دلوقتي هو طلب مني طلب غريب ورخم ومش فاهم هو بيعمل ليه كده. قبل بس ما اقول لكم على الطلب، في ناس فعلا قالت لي ان في كاميرا كانت يعني من الكومنتات قالوا لي ان في كاميرا في الحيطه، واحنا لقينا الحيطه مخرومه فعلا. هوريها لكم دلوقتي يعني. طبعا احنا عايشين بقالنا يعني اليومين دول في رعب غريب. بصوا لقينا الحته دي مفتوحه ازاي، ودي موجودة في الفيديو اللي فات. الناس اللي قالت لي عليها أنا ما كنتش أعرفها، مفتوحة كمان من هنا، من هنا واصلة من هنا واصلة من هنا. ففي حد كان بيقول لي إن في كاميرا كانت هنا، ففعلا لو في كاميرا هنا هتجيب اللي قاعد على الكرسي برضه ده فعلا. المهم الطلب اللي عموما الطلب مننا عشان ما اطولش عليكم. انا مش عارف الشخص ده يعني بيعمل ليه كده اصلا. زي ما قلت لكم احنا عرفنا مكان الكاميرا من الكومنتات. في واحد اسمه ادم قال لي انا شفت كاميرا فوق باب الحمام، يا ريت لو حد يشوف. ماشي، في ناس بتسال على هيلا، لازم تبلغ. هذا الحل الوحيد. انت مراقب، انا ممكن فعلا ابلغ، بس انا خوفي اكتر على اهلي واصحابي، فمش عايز ان انا ابلغ وانا مش عارف الشخص ده ممكن يعمل ايه او ممكن يعني يأذيني ازاي، وهو واصل لي للدرجه دي وانا مش عارف هو بيتجسس عليا ازاي، ويعني او شايفني ازاي وانا ما اعرفش هو من الجن، من عالم اخر، مخلوق غريب. هو الواضح بس ان هو شخص ذكي وبيعمل تصرفاته بذكاء. واحنا دلوقتي ما قدامناش حاجه غير ان انتوا تساعدونا زي ما بتساعدونا، واي حد بيعمل لايك للفيديو فده بيساعدني ان اوصل لحد تاني. اي حد بياخد الفيديو شير بيساعدني ان اوصل لحد تاني. اي حد بيكتب كومنت فده بيساعدني ان انا اوصل لحد تاني. متشكر جدا. ده اللي انا اقدر اوصله لحد ما اشكركم فعلا شكر حقيقي بجد. اقدم لكم جايزه اخلص بس من المشكله دي، اعمل اي حاجه اقدم للناس حاجه فعلا. ان احنا جالي رساله الساعه 11 ونادر كان معايا. المهم عشان اخش لكم في الموضوع على طول وما اطولش عليكم، المفروض ان انا اصور الفيديو ده هيكون في حدود الساعه 4:15. الساعه دلوقتي 4، وافتح لايف على انستجرام واقول لغز هو قاله لي اقوله للمتابعين، والمتابعين هم اللي يحلوه مش انا اللي احله، ولازم حد يحله في ظرف 5 دقايق. طبعا الساعه 4:15 يعني كله نام، في ناس كتير في ثانويه عامه كله بيمتحن، فحاجه صعبه ورخمه. يا رب الاقي حد فاتح، عشان انا مش عارف لو اللغز ده ما اتحلش ايه اللي هيحصل. طبعا اللغز بيقول اللي هو عايز الناس تحله: اذا اردت استخدامي بشكل صحيح القني في الماء فمن اكون. اذا اردت استخدامي بشكل صحيح القني في الماء فمن اكون. هو ده اللغز اللي هو طالب ان الناس تحله. ويا ريت انا طبعا الفيديو ده هتشوفوه تاني يوم، مش في اللايف، ففي وقت اللايف لو انت حضرت اللايف او انت حضرت اللايف يا ريت تكون شاهد من الشهور. ويا رب حد يكون اللغز ده في ظرف 5 دقايق ان شاء الله. يلا بينا، انا هفتح لايف قدامكم حالا. ده انستجرامي، وادي بث مباشر.
يا جماعه بعد اذنكم كل الناس اللي صاحيه يا ريت تركز معايا 5 دقايق بس، 5 دقايق. في حاجه انا واقف عليها، يا ريت بعد اذنكم اللي يعرف يحلها يحلها بسرعه في اعتذار في ال5 دقايق عشان انا وصل لي رساله تاني. فبعد اذنكم اللي شاطر وبيعرف يحل اللغز يا ريت يقف جنبي في ال5 دقايق دول بعد اذنكم. اللغز المفروض حد منكم يحله في ظرف 5 دقايق. لغز واحد بعدين يعني الناس معايا عشان انا بصور. لو سمحت اللي شاف الفيديو على اليوتيوب هيفهمني. الحكايه كلها ان انا في اللغز ده الراجل اللي انا مش عارف هو بيعمل كده ليه، طالب ان انا احله في 5 دقايق بس مش انا اقول للناس تحله. اذا اردت ان تستفاد مني بشكل صحيح القني في الماء. اذا اردت، اللغز بيقول كده، اذا اردت ان تستفاد مني بشكل صحيح فالقني في الماء من اكون. ايه بقى هي الحاجه؟ ايه هي الحاجه دي؟ لغز ايه يا انس؟ انا لسه جاي. اذا اردت اللغز بيقول، اللغز لو سمحت حله في 5 دقايق. اللي بيفهم في الحاجات دي لو سمحت يبحث. انا ما ينفعش اقول يبحث، معلش انا ما ينفعش اقول يبحث. اللي يعرف يحله بعد اذنكم. اذا اردت ان تستفاد مني بشكل صحيح القني في الماء من اكون. ايه حل اللغز ده بعد اذنكم؟ واقفين على الحكايه دي بس. يا جماعه ايه؟ محدش عارف الحل؟ لا. ثلاث دقايق اللي باقيين. على كلام باقي 3 دقايق بعد اذنكم. خير ما تقلقش، حاول تدور على حد ليه في الحاجات دي يا حبيب قلبي. حل اللغز. انا ما بدورش دلوقتي انا جالي رساله لازم احل اللغز ده بعد اذنكم يا جماعه. إذا أردت أن تستفاد مني بشكل صحيح القني في الماء. إيه هو بقى؟ إيه هو الحاجة اللي أنا ألقيها في الماء؟ إيه هي الحاجة دي اللي أنا أستفاد منها بشكل صحيح ألقيها في الماء؟ إيه هي الحاجة؟ فاضل قد إيه؟ ممكن تكون السنارة. مش بهزر، السنارة تنفع. تمام. الشبكة صح؟ الله عليكي، ما شاء الله عليكي ريهام. الحمد لله رب العالمين. هو كان سؤاله ايه؟ الشبكة. إذا أردت أن تستفاد مني بشكل صحيح القني في الماء. الشبكة لو رميتها في المية تستفاد منها. هو كده خلاص فتح لنا بقى، المفروض كده ما يعملش حاجة. شكرا. متشكر جدا. أنس في حاجة كان باعتها ربنا حليل، بس هو قال ما تقولش إن حد يفتح جوجل ويخش. ما أنا قلت كده. ما إيه بقى؟ أنا عارف الرأي طيب. شكرا يا جماعة، متشكر يا ريهام جدا. متشكر جدا جدا جدا. متشكر جدا يا ريهام، متشكر جدا. بس أنا هضطر أقفل عشان بس إيه أشوف بس الموضوع اللي معايا ده. هو لو شخصية اللي هو بيعمل شخصية مجنونة فهيقف على الواحدة أكيد يعني. بعت لي رسالة تاني. إيه بقى؟ بيقول لي شرطت عليك إن أنت ما تقولش ابحثوا، وأنت قلت ابحثوا، فالناس الطبيعة تعرف الحل. ما تعملش كده تاني. طب يا جماعة أنا بعد الرسالة اللي جت دي أنا مش فاهم هو هيعمل إيه ولا في إيه ممكن يحصل بالظبط، أو ممكن يكون في حاجة تاني برضه هنا، أو يكون سايب كاميرا فعلا هنا أو مايك زي ما الناس قالت. ما تيجي ترن على البيت على هرن أنا عليهم؟ ولا الساعة 4 كده.
العيال رنت عليا. البيت ربنا يستر. ايه يا ليان؟ ايه يا ماما؟ في ايه؟ نار ايه؟ نار البوتاجاز كله مولع؟ اطلع اطلع مقفول. يا ديني قلت لك اللي بيولع، قلت لك اللي بيولع. نار البوتاجاز منور ايه يا عم؟ منور ايه يا عم؟ تكملة الفيديوهات بتنزل على قناتنا التانية. اعملوا لايك واشتراك في القناة التانية ولايك واشتراك في القناة هنا عشان يوصلكوا كل فيديو ينزل جديد. متنسوش تساعدونا بكومنت ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لناس اكتر.